سلام الله عليكم. الفيلم ديالنا كيبدا من واحد الحبس كبير اللي فيه الكاميرات والماتيريال الاخر، يعني الزيار ديال بصح. ووسط هذا الحبس كاين واحد الشاف ديال مافيا روسيه اللي سميتو بالام، وكان اكبر تاجر ديال المخدرات والسلاحات. عايش ملك وسط هذا الحبس وكلشي خدام عنده، واخا مشدود في الحبس السلعه كتصايب وكتخرج تباع على برا، وحتى الحراس كانوا كيتسخروا ليه. هذا جاك ستون كان ضابط ممتاز ويلاه جابوه للحبس. كلشي حقد عليه في هذا الحبس، وحتى من الحراس كانوا كيتهلاو فيه بالعصا. جاك بدا كيتفكر كيفاش حتى دخل الحبس. كان مخطط هو وصحابو باش يسرقوا بنكه روسيه تابعه المافيا ديال بالام، وهو كان الغرض ديالو غير الوراق والسيديات باش يطيح بالام في الشبكه. دخلوا البنكه وقضاو الغرض، ولكن في الخرجه ديالهم غادي يتفاجئوا بالبوليس كتير. غادي تشبك بيناتهم وماتوا صحابو، وجاك غادي يهرب ومشى كيجري حتى دخل واحد الباركينغ ولاح الصاك ومشى هرب. غادي يجي واحد خونا وهز الصاك، غادي يديه لواحد الدار ودق عليها وتخبى. فاش خرجت مولا الدار هزات الصاك وما فهمت والو. جاك بقى هربان ليهم حتى غادي يوصل للسطح ديال الباركينغ وغادي يسلم راسو. شدوه غادي يجيبوه للحبس ودخلوه مع الحباسه جداد. بنادم بدا كيضحك عليه وكلشي كيسبو، حيت شحال من واحد داز عنده في الكوميساريه وتهلا فيه. في الوقيته ديال الماكله جا واحد خونا تابع البالا، بغى يدير الشونطاج للحباسه الجداد وبدا كيعيق عليهم. قال لهم خاصكم تخلصوني مره في السيمانه الا بغيتوا الحمايه ديالي في الحبس. واحد قال لي انا ما محتاجش الحمايه ديالي، وغادي يضربوا مع الطابله وغادي يقول لصاحبه هزو ونوض في حال. شويه مشى عند جاك، يلا بدا بغى يعيق عليه وناض ليه جاك ودقدقو. مني سلام معاه رجع للطابله يكمل الماكله ديالو ما مسواق. شويه جاو الحراس وداو جاك للانفرادي. كنت مشعوله واحد التلفازه وفيها بالا، عطاوه الحراس الطولكي باش يدوي معاه. قال ليه بالا السميه ديالك كانت خانقاني في خدمتي، وشحال من عام كنتي داير لي العصا في الرويضه. قال ليه شحال نعطيك وترجع لي الوراق والسيديات. جاك بقى ساكت وكيشوف فيه وكيضحك. بالام قال ليه غادي نقتلك كيف ما قتلت مراتك، وانا وياك من دابا راه حنا في حرب. اختنا اللي وصلها الصاك كانت صحفيه وسميتها تريشا، قلبات دوك الوراق والسيديات وعرفات بزاف ديال البلانات على جاك والمافيا الروسيه. مشات عند جونسون اللي كان هو رئيس النيابه العامه ودخلت عنده، ولكن الحارس ديالو كان عارف البلان ديالها على الجايه وغادي يمنعها ومشات. الغد ليه سمرت عليه حتى خرج ومشات عنده، عاودات ليه شويه على داكشي اللي عارفه على بالام والمافيا الروسيه، وقالت ليه باللي كاينين شي موظفين في الحبس داخلين في القضيه. جونسون قال لها جيبي لي الدلائل واجي مرحبا بك. بالام شد دوك الحباسه اللي خدامين عنده زروتهم حيت شوهوا به قدام جاك، ودوا مع واحد الحباسه كانت في الحبس ديال الدريات، وقال لها بعدي من كاترينا راه خدامه معايا. شويه قال لي خدامين معاه يلونسيو الخبار في الحبس. اللي غادي يقتل جاك عنده 100,000 دولار. واحد الشيباني كان كيسيق معاه سمع الخبار مشى عند جاك قال لي رد بالك راه جايين يقتلوك وغادي يعطيو فلوس كثيره اللي غادي يقتلك. يلا صلاو الهضره، جات واحد الكيبه من الحباسه بغاو يقتلوا جاك. جاك كان تريني وفرشخهم كاملين وحتى الشيباني عاونو. جاك سولو شكون دا وشاف فيه الشيباني وغادي يمشي. جونسون رئيس النيابه العامه كان حتى هو مورط مع بالام. قال لي كيفاش ديك الصحفيه اللي جات عندي عندها كاع بلانات. قال لي بالام ما تخافش انا عارف كيفاش غادي نسكتها. جاك كان في الحمام وجاو ليه الحراس بغاو يقتلوه، واخا كانوا بالزراوت ديالهم جاك قدر يقاوم وطيحهم كاملين. ومع الخرجه جاو ليه بزاف ديال الحباسه حتى هما بغاو يقتلوه. جاك قال لهم الا قتلتوني ديك 100,000 دولار غادي تقسم بيناتكم، يعني ما غاديش يطليكم والو، ولكن الا شديت شي واحد فيكم غادي نفصلوا. شافوا القضيه حامضه ومشاو في حالهم. الدريه اللي كان شادها بالام شير ليها الشيباني اللي كان كيسيا. مشات عند كاترينا وجبدت معها السطح حتى ضربتها ودات راسها غيبات. داوها الحراس باش يشوفها الطبيب، فاش شافها مشى بحالو وغاتنوض وتهز جوج قراعي ديال الكول ولاحظتهم في السطل ديال الشيباني، وتهز واحد الساروت كان مخليه ليها في السطل غادي تحل بيه واحد السرجم صغير وغتطلع للسقف الفوق. بدات كترسم في البلان ديال الحبس كامل وعرفت كاع البلايص المهمه في هذا الحبس. رجعت كتسلت باش ما يعيق بها حتى واحد، وكان الشيباني اللي سميتو ويليام مسرح ليها الطريق. شويه جات تريشا الصحفيه عند جاك الحبس تزورو، قالت لي راني عارفك ما داير والو وكيقولوا عليك بلي خدام مع المافيا الروسيه. جاك عاود ليها كل شيء وبلي كان كيعرف معلومات خايبه على المافيا الروسيه وكان قالها لصاحبه، ولكن باعوا وجاو ليه المافيا للدار. قتلوا ليه مراته وكانوا غادي يقتلوه حتى هو، وصاحبه هو اللي شدو فاش شفر الصاك. وفاش قال ليه جاك علاش بعتيني قال ليه خونا راني خايف على عائلتي، وغادي تلاح هو وياه من السطح ومات صاحبه وجاك غادي يبقى حي. وقال لي جاك حاولي توصلي دوك الوراق للناس المسؤوله باش ناخذ حقي منهم. جون كان مريح وجا عنده ويليام الشيباني، وهذا الشيباني خدام في الاف بي اي. قال لي انا دخلت للحبس حيت بالام قتل ليا صاحبي. جاك قال لي واش ما غاديش توقف ليا في طريقي. ويليام قال لي لا انا غادي نسرح لك الطريق. قال لي انا خاصني الوراق اللي عندك باش نطيحوا كل شيء في الشبكه. شويه جاو الحباسه اللي خدامين مع بالام ونوضوها معاهم. بدا جاك كيفرشخ فيهم وويليام عاونو حتى جاو الحراس وداوهم. تريشا الصحفيه جات عندها صاحبتها وبداو مجمعين وكتشوف في البلانات ديال جاك وبالام. جاك دخلوا للحبس الانفرادي وويليام جابوه عند المدير ديال الحبس. المدير قال ليه صدمتيني وليتي كتضرب بنادم
بنادم وانت كنتي غير ظريف وخواف. قال ليه دابا خاصك تعطيني 10,000 دولار باش نكالي عليه، حيت خونا اللي لحتي من الفوق خدام مع بالام ولا سمعها غادي يقتلك. ويليام بدا كيتغبن عليه، قال ليه صافي غادي نشوف خويا ويجيب لي الفلوس ونعطيها ليه. الدريه اللي مع ويليام سميتها تشايلز، ورقات على بالام كانت عنده الزياره ديال بنته. وفاش مشى للزياره بدات بنته كتسب فيه، قالت ليه ما كنتش كنتخيلك باللي وحش لهاد الدرجه وخدام في الممنوعات، وقالت ليه انا بريئه منك ومشات في حالها. تشايلز بلعت لهم واحد الحبه وبدات كتركل لهم في الارض. جاو جوج حراس يديوها للطبيب، وفي الطريق غادي يخرج ويليام ويجر واحد، وتشايلز غادي يضرب خونا اللي كان هازها. غادي يدخلوا لواحد البلاصه وغادي يهزوا دوك القراي ديال الكول وزادوا ليهم واحد البرودوي. تشايلز طلعت للفوق وويليام خرج على برا. بداو كيرشوا ديك الماده في البلايص اللي كيراقبوا منها الحبس حتى غيبوا الحراس اللي فيه كاملين. ويليام غادي يلبس اللبسه ديال الحراس، وتشايلز حلت الباب لجاك وبدات كتوريه فين كاين بالام باش يقتلو. جا واحد الحارس بغى يدخل عند تشايلز وغادي تقولها لويليام في الطولكي. جاك قال لي حل البيبان كاملين وخليها ترون ديال بصح. ويليام غادي يحل البيبان كاملين وغادي تشبك، وكلشي بدا كيضرب في الحراس والترونات في الحبس. صاحب التريشه ضربتها وهزات عليها السلاح، حيت هي اللي صيفطها بالام باش تدي ليها الوراق. بداو مفاتنين بيناتهم وناضت التريشه باش تهرب. صاحبتها يلاه بغات تيري فيها وغادي يخرج ليها واحد خونا من الاف بي اي وغادي يضربها. تشايلز مشات كتقلب على كاترين باش تقتلها، بدات كتفاتن مع صحابتها حتى قتلاتهم كاملين. بالام كعا وضرب الحراس ومشى كيقلب على جاك، وجاك حتى هو مرونها مع الحباسه وبدا كيقلب على بالام. جاك تلقاو ليه الحباسه اللي خدامين مع بالام وبدا مفاتن معاهم. شويه واحد خونا خشى ليه الموس في كرشو. باش ريح جاك يستريح غادي يسمع صوت بالام قريب ليه، ناض كيقلب عليه وغادي يلقاه. واخا كان مضروب في كرشو حر الانتقام خلاه واقف، وغادي يبقى مفاتن معاه حتى غادي يطيحوا في الارض، وبقى كيضرب فيه جاك حتى قتلو. من بعد دخلت القوات الخاصه وبداو كيشدوا في بنادم، لقاو بالام ميت وجاك علق، وخرج في البيت اللي خدام فيه ويليام وتلاقى به. وجات عندهم تشايلز اللي كانت حتى هي خدامه في الاف بي اي، وقدر يشدوا رئيس النيابه العامه جونسون والمدير ديال الحبس اللي كانوا كاملين متورطين في القضيه. جاك حتى هو غادي يمشي للحبس، ولكن غتخفف عليه العقوبه حيت عاونهم. جاك جاب لمرته حقها وانتقم من بالام والمافيا ديالو. وهكذا سال الفيلم ديالنا. الى عجبكم الفيلم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتسناونا في فيلم جديد. السلام عليكم.